الله بارك لي في أشياء كثيرة. أنا كنت أستطيع يا أخوان أني أشتغل بالمستشفى وأشتغل برا، أفتح عيادة. أنا كنت من أوائل الأطباء الكويتيين اللي تخرجوا، تلاميذي كلهم الآن عندهم عمارات الله يبارك لهم، عندهم ملايين، ولكن والله يا أخوان أعطف عليهم لأنهم يظنون أن السعادة في الجيب. السعادة بكم ريال موجود بجيبك؟ أنا أعتقد أن السعادة تحصلها في قلبك. ابحث عن السعادة الحقيقية، ابحث عن حسابك، مش في بنك الراجحي ولا الجزيرة ولا الهولندي، ابحث عن حسابك في بنك الله سبحانه وتعالى. إذا كان راجحي يعطيك 6% بالسنة، بنك الله يعطيك 700%. المشكلة أننا إحنا كمسلمين ما نثق بالله. بالصلاة نقول الله أكبر، لكن أول ما نخطو من المسجد طالعين المسجد نقول الريال أكبر والقرش أكبر. الله سبحانه وتعالى وعدنا بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر، ونقراها ونقول ما شاء الله لا إله إلا الله، وربما أفسرها لكم، لكن في أعماق قلبي أقول لا والله صدق الريال هو اللي يغير حياة الإنسان. كنت أكلم أخي خالد وأقول له ما عن فقر، إحنا عندنا خير، وزوجتي ورثت مبلغ كبير جدا من أبوها، بالنسبة لنا على الأقل بالنسبة لي، رفضت أن يدخل هللة واحدة إلى بيتنا، تبرعت فيه كله لأعمال الخير. لكن قضينا 5 سنوات يا أخوان في كندا ما عندها إلا ثوبين، وثوبين هي خيطتهم، واحد تلبسه وواحد غسله. احنا قادرين على أن نشتري 200 ولا 2000 ثوب لو حبينا. سيارتي السابقة عمرها 17 سنة وكنا نستطيع نغيرها كل سنة. فأخواني يجب نغير نظرتنا إلى هذه الدنيا، يجب أن نبحث عن منابع السعادة الحقيقية.